السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة نشوف الوصفات اللي هنعملها، يعني حاجات بسيطة ولكن بتفرق معانا كتير. هنبدأ بسم الله وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين كده كان عندي كمية من العيش الناشف، طبعا هطحنه في الكبة، يعني بنحتاجه لما بنعمل كفتة، بنعمل بانيه، بنعمل اي حاجة بنحتاج فيها البقسماط الناعم بتكون عندنا. طبعا انا فرمت او طحنت الكمية كلها ورجعتها في الكيس وهحتفظ بيها لما بحتاج بطلع. كان عندي كمية كبيرة من التوم، قشرتها وعملتها ضربتها في الكبة زي ما احنا شايفين، حطيت عليها زيت زيتون وشوية ملح، وطبعا هكيسها بطريقة جميلة جدا. ان شاء الله هعمل لكم حلقة بإذن الله، الحلقة الجاية هتكون عن تفريز التوم، ولكن الأكياس اللي أنا محتاجاها ما كانتش عندي النهاردة، فأنا هحط التوم في التلاجة وإن شاء الله هعمل لكم حلقة هنشوف تغليف التوم وإزاي هنحتفظ بيه في الفريزر، لأن النهاردة زي ما قلت لكم ما كانش عندي الأكياس المخصصة، وكمان ما قدرتش أخرج لأن الجو صعب جدا. عندنا هنا في اليونان إعصار بربارة ضرب اليونان من حوالي 4 أيام، ربنا يرفع عنا ما نحن فيه. كمان زي ما احنا شايفين وبنطلب الدعاء لتركيا وسوريا، كمان قبرص اليونانية النهاردة يعني الزلزال طبعا شبه مدمر، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا ما نحن فيه. هنعمل النهاردة بطاطس صيادية على الطريقة الدمياطية الأصلية. البطاطس الصيادية بالملح والفلفل فقط لا غير. هنحمر البصلة طبعا بعد ما نشفنا المية من البصل، نزلنا بشوية زيت، والزيت النهاردة اللي استخدمته في كل الوصفات اللي عملتها زيت الزيتون. هنقلي البصلة بتاعتنا، طبعا اللون فاتح او غامق ده حسب الرغبة. البصلة هتتحمر، هننزل بشوية مية صغيرين تاخد غلوة مع الملح والفلفل، وهننزل بالرز وبالبطاطس وهنسيبها زي الرز العادي بالظبط، هيشرب المية هنهدي النار. هنعمل بقى ليمون معصفر زي ما احنا شايفين كده، عملنا ليمون معصفر، حبة البركة، جزر مبشور، ليمون متقطع، شوية شطة مع شوية ملح مع شوية زيت زيتون. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. طبعا المية اللي احنا شايفينها دي نازلة من عصير الليمون، شوية زيت زيتون ونظبط شوية مية صغيرين، وما شاء الله عملنا الليمون المعصفر بطريقة سهلة وبسيطة. كمان ملحت شوية خيار، كان عندي شوية خيار ملحتهم قبل ما أبدأ علشان نتغدى بيهم، اللي هو يعني هنقول التخليل السريع بالمية المغلية وشوية شطة شوية توم من اللي أنا عاملاهم ما شاء الله جميل جدا، شوية شطة وشوية ملح وشوية توم، يعني ما شاء الله يعني احنا شايفين مع بعض. كمان نسيت أقول إن في الليمون المعصفر حطيت معلقتين من التوم. عندنا كنز بقى، الكنز ده انا ورثاه من جدتي الله يرحمها، المش، كنت عامله مش حبيت اوريه لكم. فلفل طبعا ما شاء الله، واهم حاجه قشر السفندي جميل جدا، يعني ده بصراحه ورث انا ورثاه من جدتي ام ابويا الله يرحمها. كمان كنت مملحه زيتون حبيت اوريه لكم، ما شاء الله زيتون اسود جميل جدا، كنت عامله 5 كيلو ما شاء الله، يعني انا كنت عامله 5 وخلصوا ودول 5 كمان. عملنا وجبات النهاردة سهلة وبسيطة، وشفنا مع بعض الليمون وشفنا مع بعض الخيار المخلل السريع بالمية المغلية والخل، يعني زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، يعني في وقت قياسي جدا. أتمنى الفيديو يعجبكم. كمان البطاطس زي ما احنا شايفين مش مهرودة، طالعة ما شاء الله مع الرز، يعني حاجة بصراحة تفتح النفس، أكلة شتوية اقتصادية. أتمنى تنال إعجابكم وأتمنى الفيديو يعجبكم ما شاء الله. أتمنى الفيديو يعجبكم وإن شاء الله ألقاكم في آخر، والسلام عليكم.